واش عارف بلي انه شاب مغربي في عمره 16 عام قدر انه يروج شركات ومؤسسات اللي كبيره وقدر انه يكبدهم خسائر اللي كبيره وشفر بنوك سويسريه قدامهم 4 ديال المليار بواحد الطريقه اللي في شكل منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم تصدرت أخبار عن الهجوم الإلكتروني الأعنف. عناوين الصحف ومقدمات نشرات الأخبار في العالم. كيعجبوني الناس اللي راس مالهم الدماغ وماشي غير الهضره، وهذا الشيء اللي غادي نطابق على هذا الدري هذا اللي من بيسي في الدار قدر انه يرون شركات ومؤسسات اللي كبير. وما نساوش بان هذا الشيء اللي كان كيدير انه كيلعب بالنار، وهذا الشيء خطير بزاف. ولكن قبل ما انه يكون شفار ويكون نصاب كان هذا الدري نابغه، وكان علينا نستافدوا منه قبل ما يستافد منه البران. غادي تبدا الواقعه نهار الاب ديال هذا السيد، غادي تصيفطوا السفاره المغربيه لروسيا باش يخدم تما، وبحكم انه ما مزوجش تلاقى بواحد الروسيه، تلاقى معها تفاهم معها وقرر انهم يتزوجوا. سنه 1987 غادي يرزقهم الله بواحد الوليد اللي هو فريد الصبار. فريد غادي يكبر ما بين جوج ديال الثقافات، الثقافه المغربيه والثقافه الروسيه، وغادي يتعلم جوج ديال اللغات، اللغه العربيه واللغه الروسيه، وغادي يكبر في واحد العائله اللي عامره فلوس واللي لاباس عليها. ولكن فاش فريد ولات عنده 6 سنين بداو المشاكل ما بين الوالدين، وهذا الشيء ادى للطلاق. ومنين تطلقوا وبدا الصراع شكون غادي يبقى عنده الولد، وحكمت المحكمه لبات فريد باش انه يبقى عنده الولد. وفريد قرر انه يرجع للمغرب ويدير شي مشروع ديالو خاص في المغرب. والاب منين رجع للمغرب قرر يدخل ولده للمدرسه بحكم انه ولات عنده 6 سنين، ولكن لقى واحد المشكل اللي كبير بحكم انه ولده مزيد في روسيا، يعني الورق ديالو كامل كاينين في روسيا. ولكن توسط مع واحد المسؤول وقرر انه يدخلوا للمدرسه. وهذيك المدرسه اللي دخل لها فريد كان فيها الوقت خاوي بزاف، كان كيديه مره لعند جداه، ومره كان تيديه لهذاك المشروع اللي فيه الاب ديالو اللي داروا في المغرب. وهذاك المشروع فيه واحد الحاجه اللي غادي تغير حياه فريد، وهذه الحاجه اللي هي البيسي. فريد ما بقاش باغي يمشي عند جداه ولا باغي ديما يمشي مع الاب ديالو، وكان تيمشي وكيلعب في البيسيات تما، وخلق الاب ديالو مشكل، كان ديما كيخسر ليه البيسيات في الخدمه. وقرر الاب ديالو انه يشري ليه بيسي ويحطو ليه في الدار. وهنا غادي تغير حياه فريد 180 درجه، بحكم انه كان كيقرا ولكن ما كانش عنده داك الشغف ديال القرايه، كان ما عنده لا صحاب لا والو، وكان من البيسي للمدرسه ومن الدراسه للبيسي. الوقت كيدوز والعمر كيدوز، وفريد ولات عنده 15 عام، وفريد ما بقاش كيلعب في اللعب في البيسي، ولا كيدخل المنتديات الروسيه، وبحكم انه عارف الروسيه. وانتم عارفين الرواسه علاش كيدخلوا غير الهاكينغ والقرطاس. وبعد ما شرى ليه الاب البيسي باش انا هذاك البيسي يغير ليه حياته للافضل، غادي يغيرها ليه للاسوء وغادي يخرج ليه على حياته. فريد بدا كيدخل للرومات الروسيه وبدا كيتعلم الهاكينغ وتعلم من الرواسه مزيان. وفريد عنده واحد الدماغ اللي خارق، وفريد وهو صغير عند بالو هذاك الشيء غير لعب وتحدي مع صحابه. وفريد واحد النهاريات هو وصحابو قرروا انهم يقادوا واحد الفيروس اللي سميتو الزوط، وهذا الزوطو عن طريقه غادي يخترقوا ويسترن يونيون، وباش ما يشكوش فيهم ما ضربوش ضربه كبيره كما كنقولوا، ضربوا غير ضربه صغيره، كل مره كيديو بشويه وصيفط لصحابو شويه وهو شويه. التحديات بداو كيكبروا، وصحاب فريد بغاو يبيعوا العجل وقالوا ليه اخترق لنا قناه CNN وحط فيها التصويره ديال الجروب. وفريد ما عطلهمش، وداك الشيء اللي دار مشى حط فيها التصويره واخترق القناه. وتماك في الميريكان غادي تنوض البلباله كيفاش قناه كبيره بحال CNN غادي تخترق بسهوله. وهنا غادي تنوض FBI وغادي تبدا كتقلب على هذه المجموعه هذه، ولكن ما لقاتهمش. والمجموعه ديال فريد زادوا تغروا وما يطفيو الضوء على نيويورك كامل. ومن بعد ما كانوا متفقين كاملين انهم يديروا هذه العمليه هذه، فريد غادي يرتكب واحد الخطا اللي خطير، غادي يدير هذه العمليه هذه راسو، وغادي يخترق شركه الكهرباء وغادي يقطع عليهم الضوء وغادي يكبدهم خسائر كبيره رغم ان المده كانت قصيره. والاف بي اي كثر عليهم الضغط وقرروا انهم يتعاونوا مع هاكرز امريكيين باش يجبدوا هذا منين جاي هذا الضغط هذا ومنين جاي هذا الهجوم هذا. وكانوا كيسحابهم انهم من روسيا، ولكن تصدموا في الاخير ولقاو الاف بي اي انه كاين في المغرب وغير من شخص واحد. وهنا المخابرات الامريكيه غادي تتواصل مع المخابرات المغربيه وغادي تقول لهم ان هذا الشخص هذا كيدير علينا خطر كبير وبزاف وخاصكم تشدوه في اقرب وقت. وفي نفس هذاك النهار مع 3 ديال الليل غادي يجيو البوليس وغادي يطوقوا هذاك الدرب البوليس وغادي يتسد وغادي يلقاو عليه القبض. وفي 2 ديال الدقائق غادي يكون دايرين ليه المنوط، وهذاك الدرب
بنادم مصدوم كيفاش الدري ساكت وداخل سوق راسو ما كيهضر مع حد ما كيجبد حد، خرج منه هذا العجب هذا كامل وبنادم ضرو راسو. وبعد ايام قليله كتخرج الصحافه المغربيه او كتقول تدين مصمم الزوطو بسنتين نافذتين وباه مرضاش، والمجتمع المغربي ما كيرحمش. كل شنو كيقول؟ كاين اللي كيقول انه هو بطل وكاين اللي يقول يستاهل، وبحكم انه في عمره غير 16 عام وباقي صغير غادي يتحبس في الاصلاحيه. فريد ما عجبوش الحال تماك وبداو كيحكروا عليه في الاصلاحيه، وباش يتفادى هذا المشكل هذا قرر انه يكمل قرايته وشد الباك بنقطه عاليه، وجاتو الاعفاء في المده اللي بقات ليه، ولكن حكموا عليه بعام انه ما يقيسش البيسي، يعني بحال باقي سورس. ولكن اللي فيه شي بليا فيه، فريد شرا بيسي جديد وعاوتاني دخل الرومات الروسيه وتلاقى مع روسي وتركي وقرروا انهم يدخلوا البنوك السويسريه. ولكن فكر فريد انه باش ما يوقعليش المشكل ديال المره اللي فاتت، قال لهم خاصنا نتلاقاو في تايلاند عاد باش نبداو الخدمه. وفعلا هذاك الشيء اللي كان، مشى وتلاقى مع دوك الدراري صحاب، والبنوك بداو كيردوا البال وبداو كيديروا التحريات. ومن بعد 6 شهور ديال التحقيقات والتحريات لقاوهم في تايلاند، وفريد واللي معاه شفروا اكثر من 4 المليار، وفريد واللي معاه قدروا انهم يساليو المهمه وكل واحد غادي يمشي للبلاد ديالو. ولكن السويسريين لقاو عليهم القبض في المطار في تايلاند، وكانوا ناويين انه التايلانديين يحكموا عليهم في تايلاند، ولكن سويسرا ضغطوا على تايلاند وسويسرا جابوهم للحبس عندهم باش انه يستافدوا من هذوك الدراري ويستافدوا من فريد واللي معاه. والقصه كان نتمنى تكون فهمتوا المغزى ديالها، بانه هذاك الدري فريد كان على المغرب يستافد منه قبل ما يستافد منه شي حد اخر.